تخيل كده معايا تعيش حياتك كلها مكتئب، حاسس بفراغ من جواك. المشكلة ان انت ليه حاسس الاحساس ده؟ انت مش عارف. انت قدامك كل متع الحياة المادية، حرفيا انت مبسوط وسعيد فيها، معاك فلوس كتير، تقدر تتجوز اي بنت انت عايزها، مشهور، الناس كلها بتحبك، بس برضه حاسس بنفس الألم. ماثيو بيري أو تشاندلر بينج، الراجل اللي عايش حياته كلها بيتألم لغاية آخر لحظة في عمره، وكل اللي عمله إنه أدمن مخدرات من ساعة ما هو مراهق لغاية ما مات، في سبيل بس انه يريح الالم ده. الراجل ده حياته يا اخوانا مليانه بالمعاناه ومليانه كمان بالاسرار. قصه موته نفسها غريبه. الدكتور اللي كان بيكتب له ادويته اتقبض عليه وهيتحكم عليه ب 30 سنه سجن. صديقه خانه والناس كلها باعته. ايه اللي حصل لحياته؟ تعالى كده نبدا ونشوف. ماثيو بيري اتولد يوم 19 أغسطس سنة 1969 لجون بينيث بيري وسوزان ماري لانجفورد. قصة حب أبوه وأمه بدأت سنة 67. قصة لشابين حبوا بعض من أول نظرة في مسابقة جمال جماعية في كندا. سوزان كانت مجرد ضيفة شرف، لكن جون كان بيغني في فرقة موسيقية في الحفلة. كان حب من أول نظرة. اتجوزوا على طول وانتقلوا لويزيانا. بعد سنتين جه طفلهم الوحيد وهو ماثيو. كان زي أي طفل رضيع، بس كان من أول لحظة اتولد فيها وفي حاجة غلط. الطفل بيعيط، بس بيعيط من الوجع، حاسس بمغص شديد في معدته بيؤلمه. أهله كانوا بيروحوا لدكاترة، وفي منهم دكتور تقريبا هو السبب اللي دمره نفسيا، كتب له مهدئ قوي جدا ما ينفعش رضيع ياخده. ركز معايا هنا، ماثيو كان عنده شهر وقتها، ما حدش كان بيفكر المهدئ ده ليه تأثير على المخ ولا لا. اهله بالنسبه لهم كانوا مرتاحين ان الطفل بياخد دواء ومش بيعيط وبينام. بعد شهور وماثيو عنده 9 شهور اهله بينفصلوا، وابوه جون بياخد ابنه وبيسلمه لجده وبيمشي. ماثيو بيقول بعديها بسنين انا اتسبت بكل هدوء. ابوه جون بيسافر على كاليفورنيا عشان يحقق حلم التمثيل. اما امه سوزان كان عندها 21 سنه، ام وحيده بتربي طفل. كانت ساعتها السكرتيره الاعلاميه لرئيس وزراء كندا، يعني شغل كتير واغلب الوقت مش فاضيه للطفل ده اللي كان بيحاول يجذب انتباهها باي شكل. وهو عنده 3 سنين بتحصل حادثه غريبه، باب بيتقفل على صباعه الصغير لدرجه ان صباعه بيتقطع، ومع ذلك هو اللي كان بيطمن امه اللي بتعيط، مش امه اللي كانت بتطمنه. ماثيو عرف ايه دوره من الطفوله، انه يسلي ويبسط ويضحك اللي قدامه. لما كانت امه سوزان ترجع بعد يوم شغل طويل، ماثيو كان لازم يسمعها الاول، يسمع يومها ماشي ازاي، ايه المشاكل والناس اللي قابلتهم، وبعدها بيبدا هو يحكي عن يومه. من صغره هو قعد وقت كبير لوحده، كانت الوحده صديقه ليه، وبقى دايما حاسس بالوحده دي بسبب انشغال امه. ماثيو بيقول انا كنت بقول للناس اني طفل وحيد، مش طفل وحيد بمعنى اللي انا وحيد ابويا وامي، لا، طفل وحيد بمعنى الكلمه. انفصال اهله اثر عليه بشكل كبير، خلاه خايف على امه كمان تتخلى عنه زي ابوه ما مشي. كل ما تخرج لشغلها كان بيخاف تمشي من البيت وما ترجعش، وكان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يشد انتباهها. واكتر حاجه كان بيعرف يعملها انه يضحك اللي حواليه. والدته كانت ناجحه، بس في نفس الوقت كانت بتهرب من ماثيو عن طريق الرجاله اللي بتقابلهم. كل شويه تتعرف على راجل جديد ترتبط بيه، تقدمه لماثيو، ماثيو يفتكره الوالد البديل ليه، والراجل ده بيمشي في الاخر. انت متخيل كم الخذلان؟ اي راجل بيخش حياته بيمشي. ماثيو كانت امنيته الوحيده بس ان امه تكون فاضياله، ان اي راجل من دول يفضل يكون ليه اب. ماثيو كان بيوصف الحاله دي لما كبر وقال كنت دايما بفقد ابويا، دايما كنت بتساب على الحدود. بالنسبه لابوه جون كان بيكلمه كل حد. ابوه بعد ما ساب الغنى دخل في التمثيل، سافر نيويورك وبعديها هوليوود. شكله الوسيم خلاه يخش في اعلانات كتير. جون نجح انه يكون ممثل، لكنه فشل انه يكون اب. ماثيو بيقول كنت بشوف وش ابويا في التلفزيون والمجلات اكتر ما بشوفه في الحقيقه، يمكن عشان كده بقيت ممثل. بالنسبه له ابوه كان رول موديل، مثل اعلى، بطل خارق. كان بالنسبه له شخص وسيم، ممثل ناجح، وكان نفسه يبقى زيه. بدا يسافر للوس انجلوس عشان يقعد معاه، ومن اكتر الذكريات اللي اثرت فيه ان امه بعتته وهو عنده 5 سنين بس لوحده، وكان قاعد في الطياره مع نفسه، كان مرعوب، مفيش حد بيطمنه، كل اللي معاه كانت مجله. ماثيو بيقول لما كبر ساعتها لما كنت في الطياره وشفت اضواء المدينه، عرفت اللي احنا هننزل قريب وابويا هيستناني. هنا اطمنت شويه. ومن اليوم ده بقت مشاهد البحر والانوار بقت تديله احساس بالامان. في كل عيد ميلاد كان عنده امنيه واحده، ان ابوه وامه يرجعوا مره تانية لبعض، لكن الوحده فضلت. ماثيو كان بيتاقلم، امه نقلت كتير بسبب شغلها، مفيش استقرار. عاش فتره معاها في كندا، وبعدها اخدته معاها تورونتو لما اتجوزت الاعلامي كيت موريسون. بعدها حملت في اخته كاتلين. هو كان بيحب اخته جدا، لكن حس اكتر انه غريب، مش لايق على الصوره المثاليه. امه بقى عندها عيله وطفله، اما
انما هو فضل وحيد. بدأت سلبيات ده يظهر عليه في المدرسة، معدلات درجاته كلها منخفضة، بيدخن وبيتخانق مع زمايله. مرة ضرب رئيس وزراء كندا حاليا وهم اطفال، حرفيا ضربوا في المدرسة. وهو عنده 10 سنين وفي السنة السابعة ليه في المدرسة رجع تاني لأمه ودخل مدرسة تانية، وهنا بدأ حس الكوميديا يظهر مرة تانية. بدأ يخش في مسرحيات كتير ويمتهن مهنة إضحاك الناس. كان بيقول لما كنت بضحك الناس كنت بحس بالطمأنينة، كان ده كل حاجة بالنسبة لي. شارك في كل العروض المسرحية، بس مشاكله ابتدت تكتر، من تدخين لسرقة لحيازة مخدرات لضرب التنمر. مستواه ابتدى ينزل في المدرسة، ابتدى يتعاقب أكتر وأكتر من المدرسين، يتحبس. كان في مدرس عنده كان بيقول له أنت عمرك ما هتبقى حاجة لو فضلت بالمستوى ده، لو فضلت بالشكل ده وبالأخلاق دي. لما كبر نفسه عمل لقاء مع مجلة، وكان عنوان اللقاء ده كان بيوجه خطاب للمدرس بتاعه بيقول له واضح انك غلطان. الرياضه برضو كانت منفذ او طريق بيهرب منه. اتعلم التنس من هو عنده 4 سنين وقعد فيه 10 سنين كامله بيخش في بطولات ويواجه ناس، وكان بيكسب بطولات كتير جدا جدا في كندا، لدرجه انه كسب جده اللي كان محترف تنس ساعتها، وكان باين ان ليه مستقبل واضح في الرياضه دي. ولكن مع الوقت لما سافر لابوه في امريكا وابتدى يخش بطولات ودوريات، اكتشف ان المستوى المنافسه في امريكا عالي جدا وهو مش هيقدر عليه، فقرر يعتزل في المراهقه. ماسيو كان بيقول ان هو عنده 14 سنه كان مصنف على مستوى كندا، ولكن في نفس السنه حاجه اسوأ بدأ يدمن الكحول. وهو عنده 14 سنه بيجرب الكحول لاول مره. ماثيو كان بيشوف الناس لما بتشرب بتحس بالسعاده، وهو كان عايز يحس ده، كان عايز يسكت الوجع اللي جواه والوحده، وكان شايف ان الكحول والخمره هم الراحه اللي هيرتاح فيها من آلامه ووجعه. كان ماسيو ليه 2 صحاب، كريس وبراين، من كتر ما هم اصدقاء مقربين اخترعوا اسلوب كلام خاص بيهم هم. الاسلوب ده هيظهر عليه في شخصيه تشاندلر بينج في فريندز. في يوم وهم قاعدين في جنينه بيت ماسيو واهله ما كانوش موجودين، قرروا يجربوا الكحول لاول مره. كان في البيت ازازه نبيذ و6 بيره، الاخوين اخذوا البيره اما ماثيو اخذ النبيذ، وبعد شويه كريس وبراين رجعوا كل اللي في معدتهم، اما ماسيو كان ممدد وبيبص للسماء، واخيرا لقى الحاجه اللي بيدور عليها من سنين، سلام داخلي مؤقت، لا وجع ولا خوف ولا وحده. I drank the entire bottle and lay in the ground and looked at the skies and just felt better than I ever had in my entire life. And I thought to myself, this is probably what normal people feel like all the time. وفي اللحظة دي حس إن الكحول ما أثرتش عليه زي باقي أصحابه، ما رجعش، ما حسش بخسيان، حس إنه متخدر وسعيد. بعد التجربة دي ماسيو ما بدأش يشرب على طول، بس التجربة اتزرعت في دماغه. كل ما يلجأ لكاس خمرة يحس بالسلام، مفيش خناقات مع أمه، مفيش فشل في الدراسة، مفيش عقاب مدرسين، مفيش أب مفقود في حياته. هو حاسس إنه مش محتاج كل ده. مع الوقت طبعا وهو شاب مراهق ابتدى ينجذب للبنات اللي حواليه في المدرسة، بيخش في علاقة مع بنت وبيفشل فيها فشل ذريع، بيتأثر جامد بعد الفشل ده وبيحس باليأس والغضب. وفي نفس الوقت على الناحية التانية عيلة أمه بتكبر، أمه بتخلف اخته التانية ايميلي اللي كانت علاقته بيها كويسة جدا، بس علاقته بامه كانت بتسوء يوم عن يوم، مشاكل كتير وخلافات، تقصير في التربية ابتدى يظهر عليه، ده غير طبعا تمرد المراهقين ده اللي بيطلع دايما على الاهالي. فوق كل ده ماسيو كان عنده حنين قوي لابوه، واخد القرار انه هيسيب كندا ويروح لوس انجلوس يعيش مع ابوه. سوزان وجون اتكلموا واتفقوا ان ممكن ده يفيده، وساعتها ماسيو كان عنده 15 سنة. بعدها ابوه بيتجوز وبيخلف اخته ماريا، وعيلة ابوه بيرحبوا جدا بماسيو وبيشجعوه. راحوا اول واخر ماتش ليه في بطولة سياتل، ماسيو ما كسبش ولا نقطة، وهنا مسيرته الرياضية بتنهار وكل الابواب بتتقفل في وشه. كان لازم يخطط لمستقبل تاني بما انه فشل في التنس، وبدأ يدرس في مدرسة خاصة. هنا ماسيو لقى حلم جديد يعيش علشانه، اخد دور في مسرحية اور تاون، انبسط جدا وبدأ يفكر ان ده فرصة تانية يبقى زي ابوه اللي اداله كتاب هديه اسمه Acting with Style. ابوه ساعتها اداله كتاب يعلمه التمثيل ومكتوب فيه فرصه تانية لجيل قادم مع الحب ابوه. في اليوم اللي ابوه اداله فيه الكتاب كان بيشرب ساعتها مشروب كحول قوي جدا، مش عايز اقول اسمه عشان اليوتيوب. كان بيبص لماسيو وهو بيشرب المشروب ده وبيقول له دي احسن حاجه حصلت لي النهارده. وبما ان جون كان المثل الاعلى لماسيو، ماسيو كمان قرر انه يشرب عشان يحس بنفس السعاده دي. ابوه ساعتها ما كانش شايف ان في مانع انه يشرب قدامه، بالعكس هما الاثنين كانوا بيتناولوا الكحول ومبسوطين وبيهزروا مع بعض، الاثنين علاقتهم بتبقى اقوى اثناء الشرب. في اليوم اللي بعده بيحصل الاختلاف، ابوه بيروح الشغل عادي جدا، بيفوق من الشرب اللي شربه وبيكمل يومه عادي، اما ماسيو بيحس انه قايم متخدر، دماغه تقيله، مش قادر يتحرك من على السرير، يومه كله بيبوظ. مع الوقت ابوه ابتدى يبطل يشرب، قرر انه يشرب كاس واحد في اليوم.
بينهم. اما ماسيو الشرب اتحول لادمان ودخل حرب معاه. ماسيو وهو كبير بيقول صرفت اكتر من 7 مليون دولار عشان افضل صاحي، دخلت مصحات 15 مره، كنت بروح لدكتور نفسي مرتين في الاسبوع، لمده شهر قربت من الموت بسبب الكحول. في الوقت ده مع بدايه تاثير الكحول عليه ابتدى الطريق يتفتح له شويه في عالم التمثيل. خد اول دور ليه في مسلسل نوت نيسيسري ان ذا نيوز سنه 1983. بعدها بسنتين ظهر في دور صغير تشارلز ان شيكاغو في سنه 1987 و 1988. كان ساعتها بيروح الاختبار مع ابوه عشان كانوا محتاجين اب وابن، لكن ماسيو بيتقبل وجون لا. موهبه ماسيو كانت اقوى بكتير من ابوه. لما كان عنده 17 سنه كان عنده المسلسل الخاص بيه باسمه وبياخد 5000 دولار في الاسبوع. ماثيو حس انه خلاص بقى ناجح مش محتاج المدرسه، وبالفعل ساب المدرسه وبيقرر يستمتع بحياته، ثقه وشهره وبنات. في يوم ماثيو قعد في كافيه مع صحابه وراجل بيجيله وبيسيب ورقه على الترابيزه بيدعوه الفيلم A Night in the Life of Jimmy Reardon. ماثيو بيخش الاختبار وبينجح وبيتعرف على ريفر فينيكس، نجم شاب صاعد وبيكون اقرب صديق لماثيو. بعد التصوير بيروحوا اقرب بار يشربوا فيه. ماثيو كان عنده 17 سنه. هناك بيقابل بنت اسمها تريشا فيشر، بيحس بانجذاب ناحيتها، ولما كمل 18 سنه علاقته بتريشا بقت رسميه. تريشا عرفت تقرب من ماثيو ويحكي لها عن مخاوفه، لكن بعد فتره العلاقه بتنتهي وتريشا بتكون اول بنت في حياه ماثيو بيحبها فعلا وبيتجاوز معاها خوفه من العلاقه اللي فاتت. بعدها ب5 سنين بيسمع في الاخبار حادثه وفاه صديقه ريفر فينيكس بجرعه زائده من المخدرات. ريفر فينيكس ده يا اخوانا اخو خواكين فينيكس اللي عمل دور الجوكر لو فاكرين، واخوه ساعتها كان معاه وليه مكالمه صوتيه هتخليك تعيط وهو بيشوف اخوه بيموت قدام عينيه وبيتصل بالشرطه. Okay, take it easy, okay? Okay, no, I think he had Valium or something. I don't know. Please, because he's dying, please. بعد اللي حصل ده ماسيو زي ما تقول كده تعب نفسيا، رجع تاني لوس انجلوس بيتعرض لاختبارات اداء لكنه كان فاشل. لغايه دلوقتي بيعمل ادوار ثانويه كوميديه بس مش بتضحك قوي، وفي نفس الوقت بسيطه مش مربحه ومش باين لها مستقبل واضح. في حفله تخرجه الامنيه اللي ماسيو كان بيدعيها كل عيد ميلاد انه يشوف امه وابوه سوا، وبالفعل بيكونوا سوا في حفله تخرج. ماسيو بيفرح لكن فرحته مش بتدوم لانه بيدرك لاول مره ليه ابوه وامه مش نافعين مع بعض. في العشاء كانوا غرب بعاد قوي، احساس مش مريح ما بينهم. هنا ماسيو بيفهم ان قرار الطلاق كان احسن قرار اخدوه. ماسيو كانت حياته مليانه بالصحاب والشرب وتقضيه الوقت في النوادي الليليه. لما تم 22 سنة كان عنده حياة مرفهة. الفلوس اللي حوشها من أعماله السابقة كان بيصرفها حرفيا على الحفلات والكحول. بيخش في مسلسل اسمه سيدني. المسلسل ما كملش بعد أول موسم بس ساب لماسيو أصدقاء مقربين زي كريغ بيركر، ديفيد بيرسون وهاناك إزرايا. ماسيو كان معروف انه بيحب العلاقات المستحيلة. كان بيحب فاليري من طرف واحد، ودي واحدة كانت متجوزة من الفنان ايدي فان هالن، وبتخون ايدي مع ماسيو. كانت علاقة توكسيك، كانت بتعامل ماسيو كأنه ولا حاجة. بعد ما اتطلقت ماسيو كان تخطاها خلاص وما بقاش عايز يكمل معاها. مع الوقت فلوسه ابتدت كده تقل، مفيش ادوار كبيرة، فلوسه بتخلص، مفيش دخل ثابت يعتمد عليه، لدرجة ان ماسيو ساعتها كان بيمسك التليفون يتصل بكل الوكلاء اللي يعرفهم يتحايل عليهم يلاقوا له ادوار يشتغل فيها. بيجي له فرصه في مسلسل خيال علمي كوميدي LAX 2194. اجر الحلقه التجريبيه كان 22,000 دولار، مبلغ بسيط بالنسبه له ساعتها لكن يعيشه الفتره. وفي نفس الوقت بيجي له سكريبت تاني، سكريبت المسلسل الاشهر والاعرق في التاريخ فريندز. ساعتها المسلسل كان اسمه فريندز لايك اس. من اول لحظه ماسيو قرا فيها السكريبت حس ان الدور ده بتاعه. شخصية تشاندلر بينج كانت لايقة عليه جدا، هي شخصيته في الحقيقة، مفيش حد غيره يقدر يعمل دور زي ده. بس ساعتها كان حاسس بالندم والألم لأنه كان ماضي عقد مع LAX المسلسل اللي بيعمله إنه ممنوع عليه إنه يشتغل في أي عمل تاني مع المسلسل ده. بيقول ماسيو بعديها وأنا بقرا السكريبت حسيت إن دور تشاندلر بينج أكن حد ماشي ورايا سنة كاملة، بيسرق نكتي، بيقلد أسلوبي، بينسخ نظرتي الساخرة للحياة. أنا ما كنتش شايف نفسي مناسب لتشاندلر، أنا كنت تشاندلر. والأسوأ
الأسوأ من كل ده ان زمايله الممثلين واصحابه كانوا بيقدموا على الدور ده، وكل واحد فيهم كان بيجي له يساله نمثل الدور ده ازاي، كان بيدربهم ازاي يمثلوا شخصيه تشاندلر بينج. ومن كتر ما هو كان مهتم بالشخصيه دي حفظ السكريبت بتاعه كامل رغم انه عارف انه مش هيمثل الدور ده، لدرجه ان حتى بيروح اختبارات الاداء وبينجح، ومنتجين المسلسل بيختاروه انه يقوم بدور تشاندلر وبيقول لهم انه مش هيعرف لانه ماضي عقد مع مسلسل تاني. بالنسبه له دي ما كانتش مجرد شخصيه بيلعبها، لا ده كان شايف نفسه على طبيعته. في اللحظه دي بيحصل حاجه غريبه. منتج المسلسل التاني اللي شغال فيه تشاندلر من كتر ما شاف تشاندلر بائس وبيتألم، مدير اعماله اتحايل عليه انه يسمح لتشاندلر يمثل في فريندز، والمنتج فعلا بيوافق. ماثيو بيقرر يخش في المسلسل، والاول مره بتظهر شخصيه تشاندلر بينج للنور. بيظهر اول موسم من مسلسل فريندز، مش بس بيكسر الدنيا، اول 5 حلقات بيكونوا من اكتر 5 حلقات مشاهده في امريكا ساعتها، بيحتل مراتب قياسيه. الناس مبهوره من علاقه الست صحاب دي ببعض، الكوميديا اللي بتطلع كانت تلقائيه، الناس كلها كانت مبسوطه. لغايه دلوقتي مسلسل فريندز عايش، ولغايه دلوقتي الناس بتتفرج عليه. ماثيو كان اصغر ممثل من ضمن ال6 الممثلين في فريندز، كان عنده 25 سنه، حقق حلمه وهي الشهره. ومش بس كده، ده اتعرف ساعتها على جوليا روبرتس اللي كانت في قمه مجدها، بتوافق انها تظهر معاه ضيفة شرف في مسلسل فريندز، لكن شرطها انها تكون جزء من قصة تشاندلر. ماثيو بيتحمس جدا، بيبعت لها 36 وردة على بيتها ومعاهم كارت مكتوب عليه: الشيء الوحيد الاكثر اثارة من مشاركتك في المسلسل هو ان بقى عندي اخيرا سبب ابعت لك علشانه ورد. ومن هنا بدأت الرسائل تكون متبادلة ما بين جوليا وماثيو بالفاكس، ساعتها ما كانش فيه سوشيال ميديا. كل مشجعه مع علاقته مع جوليا، علاقة استمرت 3 شهور رسائل بس، وماثيو مبسوط. واحدة في جماله شعبية جوليا روبرتس مهتمة بيه، واتكلموا بعدها. وكانت جوليا هي أول واحدة خدت الفيرست ستيب، ظهرت فجأة على باب شقته وقبلته. كان قريب جدا منها وقريب من أهلها وبيقضوا الأجازات سوا. لكن هنا ماثيو طبعا قلة ثقته في نفسه، بيرجع تاني يشوف إنها نجمة كبيرة وهو ما يستاهلهاش، وفعلا بيسيبها وبيكسر قلب جوليا روبرتس. بعدها بيقول: الارتباط بجوليا روبرتس كان أكبر مني، كنت متأكد طول الوقت إنها هتسيبني. ليه لأ؟ أنا مش كفاية أصلا، عمري ما هكون كفاية، أنا مكسور غير قابل للحب. ندموا انه ساب جوليا روبرتس، فضل معاه طول العمر. مع الوقت وماثيو بيمثل ادوار تانية، بيتعرض لحادثه وهو بيسوق الجيت سكي الدراجه المائيه، وبيقع على مدى بعيد في البحر وبتتكسر ضلوعه. الحادثه دي كانت نقطه تحول في حياته. الدكتور لاول مره عرفه على الحبوب المسكنه للالام، اداله حبايه فايكودين، حس براحه غير طبيعيه. ماثيو ادمن الحبوب دي. تاني يوم اخد منها 40 حبايه، وبعدها بسنه ونص كان بياخد كل يوم منها 55 حبايه. وزنه كان 58 كيلو. ماثيو كان بيدمن بشراهه، بياخد حبوب من غير ما يقف لحد ما بقاش في حل غير دخوله للمصحه وهو على حافه الموت. مش مره، لا ده اتكرر 14 مره. ماثيو كان في معركه كبيره مع المخدرات والكحول، وفي الموسم الثالث من فريندز كان باين انه خس جدا وانه بقى مدمن. كان بيقول في لقاء ليه: هتعرف ازاي انا مدمن لما تتفرج عليا على فريندز. لو لقيتني خاسس معناها ان انا مدمن حبوب مسكنه للالام، لو لقيتني تخين معناها ان انا مدمن كحول، لو لقيتني بدقن معناها ان انا مدمن حبوب بشكل كبير قوي. كان بيدور على الحبوب في كل حته زي المجنون، بيكذب على الدكاتره عشان يكتبوا له الحبوب دي، بيفتش في حمامات صحابه على المخدرات، لدرجه انه كان بيدخل بيوت معروضه للبيع يدور على حبوب ويتعامل مع تجار مخدرات. دخل فيلم مع كريس فارلي وكان اجره ساعتها 2 مليون دولار. هو وكريس الاثنين كانوا مدمنين، والفيلم حرفيا بيكون مهزله. فارلي بيموت قبل العرض، وماثيو هو اللي كان بيعمل الدعايه وهو تحت تاثير المخدرات. ماثيو كان ساعتها بيخبي ادمانه من اللي حواليه لحد ما بيحس بالندم وبقى ليه رغبه قويه في التعافي. بعد ما اعترف للدكتور بيدخل مصحه في مينيسوتا وحصلت له كذا نوبه، لكن في الاخر كان مصر على التعافي وتعافى فعلا. في الموسم الرابع من فريندز بعد 68 يوم تقريبا، ماثيو ارادته بتكون ضعيفه جدا وبيرجع للشرب تاني. بيرجع يشرب لحد 2001، بيقع في حب نيف كامبل لكنها بتسيبه، وعقده ماثيو بترجع مره تانيه، احساسه انه مش كافي وانه بيسيب قبل ما يتساب. ولما سابته ده اثبت له انه شخص ما يستحقش الحب وانه غير كافي لاي واحده بعد كده. ادمانه للكحول بيزيد. في سن ال30 بيخش المستشفى بالتهاب البنكرياس بسبب الادمان الزياده للكحول. ادوله مسكن جديد. هنا ماثيو ادمنه بشكل سريع جدا، بقى يبحث عن تجار مخدرات يشتري منهم الحبوب لان مفيش دكاتره بتوصفه له: انت خلاص يا معلم اتعافيت مش محتاج المسكن ده. فكان بيدور عليه في الشارع، ورغم انه انتقل للعيش مع ابوه ساعتها ولكن ما وقفش ادمانه. عمل حادثه بعربيته قدام بيت ابوه، والصور كانت على مجله بيبول. بعدها ماثيو بينتقل يعيش بعيد عن ابوه.
لكن مش بيقدر يهرب من نفسه. في يوم جينيفر أنستون بتروح لغرفة تغيير الملابس الخاصة بيه، بتواجهه وبتقول له إن كلهم عارفين إنه مدمن، لكن ماسيو بيحصل له بانيك، بينكر على طول إنه أدمن، مش بيعترف لحد لأنه كان مكسوف من نفسه. بدل الحبوب الإدمان بحبوب أقل تأثير عشان تساعد إدمانه إنه يخف. بعد فترة بدأ يصور فيلم ذا هول 9 ياردز مع زميله بروس ويلس. كان مأجر بنت هاوس في فندق، وكان هناك بيعمل حفلات وبيسهر سهرات بيعزم عليها أصحابه. وأكيد دلوقتي أنت عندك فكرة، الحفلات دي عبارة عن خمرة ومخدرات. ماسيو بيري وهو هناك بدأ ياخد مهدئات بتأثير قوي جدا عليه، رغم إن عارف إن الأدوية دي بتتفاعل مع الكحول بشكل سلبي وده هيأثر عليه، ولكنه مش بيوقف. ماسيو ساعتها بيروح بيت بروس لمدة 3 أيام، وبروس بيأجر حرفيا البيوت اللي حواليهم عشان ما فيش حد من الصحافة يزعجه. بعد تصوير الجزء الثاني من الفيلم ده، ماثيو بيرجع لمسلسل فريندز. المرة دي الإدمان مخفش، بل زاد كل يوم. كل طاقم العمل والممثلين بقوا عارفين وبقوا قلقانين عليه. كان بينهار قدامهم لدرجة إنهم كانوا بيستأجروا حد يراقبه. بيسيب المسلسل وبيصور فيلم رومانسي اسمه سيرفينج سارة، ونتيجة لحالته طبعا المرضية، ماثيو لا عارف يهرب ولا عارف يركز في تمثيل الفيلم. اضطر يوقف التصوير ويدفع غرامة 650 ألف دولار ويروح مركز تأهيل، والمرة دي في لوس أنجلوس. بيقعد شهر في مركز التأهيل، ما بيفيدوش بحاجة، بيزيدوا سموم من جسمه، ولكنه بيرجع تاني للإدمان، فبينقلوه لمركز تاني في ماليبو. ده بيثبت لك قد إيه حالته كانت سيئة، والسموم اللي في جسمه كان صعب يتعالج منها. هناك قضى 3 شهور، وبالصدفة لمح كتاب اسمه مدمنو الكحول المجهولون، ولما بدأ يقراه لأول مرة بدأ يفهم إدمانه وأسبابه، وفكر في حياته وإزاي أفعاله كانت مؤثرة على عيلته وأهله. ماسيو بيقول: كنت بعيش في مركز إعادة التأهيل عندما تزوجت مونيكا وتشاندلر في المسلسل بتاع فريندز. في نفس المركز ده وماسيو بيتفرج على حفلة الأوسكار، بيشوف حاجة بتصدمه، بينهار نفسيا وبيعيط. بيشوف جوليا روبرتس بتطلع تستلم جايزة الأوسكار بتاعتها. هنا زي ما تقول كده بيفكر في علاقتهم، ايه اللي كان ممكن يحصل لو ما كانوش سابوا بعض؟ هل كان ممكن يتغير؟ هل كان ممكن يبقى احسن؟ بيحس بندم شديد قوي ساعتها. حياته العاطفيه كانت متغيره كل شويه، مع ممثله ومع ست ومع بنت، بينط من علاقه لعلاقه. كل العلاقات كانت بتدوم شهور بس، وبعد 3 شهور بيتعافى ماسيو اخيرا من الادمان والمخدرات، وبقى مستعد نفسيا وجسديا انه يرجع للتاني الشغل، خصوصا انه رجع يمثل في اخر موسم لمسلسل فريندز بكامل قواه العقليه. الموسم الاخير من المسلسل كان عاطفي جدا، طاقم العمل ورا الكاميرا كانوا بيدمعوا، وفي الحلقه الاخيره ودعت كل الشخصيات حياتها، وكان ماسيو هو اللي قال الجمله الاخيره، وده كان طلبه من مارتا كوفمان المؤلفه. ولما التصوير انتهى الكل بدأ يعيط ويتأثر جدا، ما عدا ماسيو اللي ما كانش حاسس بحاجه. ما تعرفش الحبوب كانت مأثرة عليه لدرجة انه كان ميت من جواه، ما قدرش يتفاعل معاهم. بعد مسلسل فريندز حياته بتتغير بشكل كبير جدا. الراجل ده وصل لمرحلة انه كان بيقبض $1,000,000 في الحلقة الواحدة، بس بعد ما خلص المسلسل محدش كان عايز يشتغل معاه. جاله عقد لمسلسل تاني، عرضوا عليه $50,000 في الحلقة، لكنه رفض، وبعد ضغط منهم وصلوها $175,000. اجواء المسلسل كانت مختلفة عن مسلسل فريندز. ماثيو ما كانش مسموح ليه يرتجل، والمؤلف كان بيتجاهل افكاره. ماثيو حس بالغضب، لكنه كمل عشان ما فيش شغل غير ده. وبعد الموسم الاول وبسبب ضعف التقييمات المسلسل بيقف، وبيرجع ماسيو مره تانية من غير شغل. بدا علاقه بليزا كابلن سنه 2006، ودي كانت اطول علاقه مر بيها، قعد معاها حوالي 6 سنين وانفصلوا. ماسيو بيقول في لقاء بعديها: اغلب الوقت كنت بفكر في البنت دي، كنت بفكر هل لو كنا كملنا مع بعض واتجوزنا وخلفنا ده كان هيبقى احسن من اني اكون وحيد دلوقتي قاعد بشرب كحول وانا عندي 53 سنه. كمل ماسيو تمثيل في افلام مختلفه، ومثل في فيلم 17 اجين بدور النسخة الأكبر من مايك أودونيل، والفيلم حقق نجاح كبير. وفي 2011 ماثيو عمل أول مسلسل ليه، مستر سانشاين. المسلسل ما كملش وانخفضت التقييمات بعد الحلقة ال11، وأدت إن المسلسل يتلغي. تعال نرجع معلم بالزمن شوية لسنة 2001. ماثيو بيقابل واحد اسمه إيل في واحدة من المصحات اللي بيتعالج فيها. إيل ده بيتحول بسرعة لصديقه المقرب، بيستثمر معاه حوالي $500,000 عشان إيل يفتتح مركز رعاية للناس المدمنة اللي بتتعافى. ماثيو كان حاسس قوي بالناس دي لانه منهم، لدرجه انه حول بيته لمركز رعايه ليهم اصلا. كان بيسافر اوروبا يعمل محاكم خاصه للمدمنين بدل ما يسجنوهم، وكمل في اعمال خيريه كتير جدا لدرجه ان اوباما كرمه تقديرا لمجهوده. لكن بعدها صديقه بيخونه، بيفشل المشروع، وبيهرب إيل ب500,000. ماسيو بيغرق اكتر في الاكتئاب الحاد، وبيرجع يتعاطى للمخدرات. ماسيو كان عنده اصرار انه يرجع تاني، ورجع بمسلسل اسمه ذا اود كابل اللي نجح في 3 مواسم، ولكن ماسيو كان بيتاخر عن التصوير، والادمان كان بيأثر قوي على ادائه. وده كله انه ادى انه يدخل ماسيو لمركز اعاده تاهيل للمره ال12
12 سنة 2013. في يوليو 2019 ماثيو بيلاقي نفسه في المستشفى بعد ما بيخوض عملية جراحية قعدت 7 ساعات كاملة، عملية خطيرة جدا على جسمه، كان بيتألم بشكل كبير جدا لما خلص العملية دي. هو جاله ثقب في القولون، دي حالة نادرة جدا بتحصل بسبب الشرب الكتير قوي للمخدرات وللكحول. اليوم ده الدكتور قال ان فرصة نجاته بالليل مش هتعدي 2%، وبعد الحادثة دي قضى 5 شهور في المستشفى، منهم اسبوعين في غيبوبة تامة، جسد بلا روح، وعلى مدار حياته خضع ل 14 عملية جراحية في معدته بسبب الادمان من الكحول والمواد المخدرة، وعمليات في البنكرياس وعمليات في الكبد. الندوب مكان العمليات كانت انذار لماثيو يفكر بوجعه، والدكتور واجهه وقال له لو خدت حباية كمان هتعيش باقي عمرك بجهاز، مش هتعرف تعمل حمام غير بالجهاز ده. تهديد كان مرعب بالنسبة له. في 2020 ماثيو بيخش المستشفى مرة تانية بسبب ثقب في القولون، بيموت لمدة 5 دقايق، ايوه زي ما سمعت كده، 5 دقايق كاملة قلبه كان واقف فيهم. المهم الدكاترة قعدوا يضغطوا على صدره عشان يرجع تاني، لدرجة ان 8 ضلوع من قفصه الصدري اتكسروا، لكنهم بينجحوا انهم يرجعوه تاني للحياة. بعدها بسنة في حفلة لم شمل فريندز يطلع للناس، شكله كان بيبقى غريب جدا، باين عليه التعب والعجز، ده نتيجة صراع سنين مع الادمان. وقتها طرف لاصحابه في المسلسل انه كان بيموت من التوتر والقلق والمشاكل النفسية اللي كانت بتواجهه في كل حلقة بيصورها. في 2022 بتكون سنة ماثيو، بيقرر انه يكتب كتاب يحكي فيه قصة حياته كاملة بعنوان Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. في الكتاب ماثيو بياخدك رحلة صادقة في كواليس المسلسل الشهير، رحلته مع الادمان باسلوبه الصادق والممزوج بالكوميديا الساخرة، ومعاناته مع المرض واسبابه. ماثيو كان صريح جدا في الكتاب وقال جملة لو انا مت الناس هتتصدم بس محدش هيتفاجئ. كان هدفه من الكتاب انه يدي امل لاي حد مدمن، يقول لهم انكم مش لوحدكم، انا هو نجم مشهور وعانيت نفس معاناتكم وعايز اساعدكم. ما كانش عايز بس يكون تشاندلر اللي بيضحك الناس، كان عايز يكون مثل او وسيله لتوعيه الناس بمخاطر الادمان سواء شرب المخدرات او الكحول. في يوم 28 اكتوبر 2023 العالم بيصحى لخبر صادم، موت ماثيو بيري بعد سنين من صراعه مع الإدمان. ماثيو مات في حمام السباحة الجاكوزي في بيته. التحقيقات قالت إن مفيش مخدرات ولا جريمة، لأن ماثيو كان متعافي أصلا من 2021. ماثيو نجح في التعافي 2 سنين. اليوم بدأ عادي جدا، لاعب رياضة، رجع البيت وبعت مساعده يعمل له مشوار، ولما مساعده جه اتصدم إن ماثيو في حمام السباحة ميت. أهله قالوا في بيان قلبنا اتكسر. ماثيو نشر فرحة كبيرة في العالم. صحابه ال5 في فريندز طلعوا في بيان مشترك قالوا احنا مش مجرد زمايل، احنا عيلة ومحتاجين وقت عشان نستوعب الخسارة اللي مش قادرة قلنا تصدقها. وقت وفاته بأيام ماثيو كان ساعتها بينشر بوستات غريبة، كان مسمي نفسه مات مان، دمج ما بين اسمه وباتمان. نشر فيه فيديو للتوت وقال انه توت سام، وكان بيبعت رسالة استغاثة بشكل غير مباشر. صحابه كانوا بيشوفوه قبلها بيوم واكدوا انه كان كويس. كان كمان بيخطط يعمل فيلم لقصة حياته ويخلي زاك أفرون يمثل دوره. الطب الشرعي حلل جثته وقال ان مفيش اي مواد مخدرة، وان الموضوع بسبب أزمة قلبية مفاجئة. بس كل ده طبعا كلام فاضي. تعال احكي لك بقى الحقيقة. بعد وفاة ماثيو وبعد تحليل كذا طبيب شرعي لجثته، الشرطة بتقبض على 5 أشخاص متهمين بقتله. 2 دكاترة، دكتور سلفاتور ودكتور تاني اسمه مارك تشافيس. كانوا بدل ما يعالجوه بجرعات مسحوبة، خصوصا انه كان بيعاني من الألم، لا كانوا بيبيعوا له عبوات الكتامين باسعار عاليه جدا جدا جدا. كانت عبوه الكتامين في امريكا بتكلف حوالي 20 دولار، كانوا بيبيعوها له ب 2000 دولار. ثابت كمان على ملكه الكتامين جاسفين سانجا، ودي واحده من اكبر تجار المخدرات في هوليوود، واللي وردت الشحنه اللي كان فيها كتامين لماثيو. بيتقبض كمان على المساعد الشخصي بتاعه كينيس اوسياما، اللي مثل انه اتفاجئ بموت ماثيو، وهو اصلا اللي كان بيحقنه بكتامين باوامر من الدكاتره رغم انه ما كانش فاهم حاجه في الطب. التحقيقات قدرت توصل لرسائل مباشره ما بين الدكاتره وهم بيكلموا بعض عن ماثيو، وواحد فيهم كان بيقول للتاني يا ترى الاهبل ده هيدفع كام عشان عبوه الكتامين الجايه؟ هنطلع منه فلوس قد ايه؟ تخيل الدكتور اللي بيعالج حالتك بيقول عليك الاهبل ده هيدفع كام عشان اديله المسكن اللي بيدمنه. استغلوا انه كان بيعاني من الاكتئاب وبيدور على اي حاجه تريحه، وحولوه لمكنه فلوس ليهم. في يوم 28 اكتوبر، اليوم اللي مات فيه ماثيو، طلب من مساعده يحقنه كذا مره في نفس اليوم. الحقنه الاولى كانت الصبح بدري، الحقنه الثانيه بعد الظهر وهو بيلعب بيكل بول، التالتة جرعة كبيرة وهو بيجهز للجاكوزي. المساعد حقنه وخرج يعمل المشاوير، ولما رجع لقى ماثيو وشه تحت المية، فقد الوعي بسبب الجرعة الزايدة وغرق. ماثيو كان فعلا بيتعالج بالكتامين
بشكل قانوني في عياده عشان الاكتئاب، هو بس يدمن الاحساس ده. ولما العياده رفضت تديله جرعات زياده لجأ للسوق السوداء من الدكاتره النصابين اللي خلصوا عليه. يوم 3 نوفمبر 2023 اتعملت الجنازه وحضرها الخمسه زمايله، وكانت جنب استوديوهات وارنر بروس اللي شهدت ايام نجاحهم. الحزن كان موجود، وخصوصا للناس اللي قضت معاهم فتره فريندز واتفرجت على المسلسل واتأثرت بيه وبشخصيه شاندلر. اجمل حاجه حصلت بعدها ان اهله حققوا حلمه واسسوا مؤسسه ماثيو بيري عشان تساعد اي حد بيحارب الادمان، وكان يوما ما في نفس مكان ماثيو وحاسس بنفس معاناته. I've said this for a long time. When I die, I don't want friends to be the first thing that's mentioned. I want that to be the first thing that's mentioned. And I'm going to live the rest of my life proving that. في النهاية ماثيو مشي، كان بيضحك ملايين وهو بيعيش الاكتئاب لوحده. ماثيو ما كانش مجرد ممثل عادي، ده كان صديق الجمهور. الجمهور كان بيهرب له عشان يهربوا من مشاكل حياتهم واكتئابهم، بيلجأوا للمسلسل اللي كان هو فيه عشان يضحكهم. ووسط ما الجمهور يهرب له، ماثيو ما كانش لاقي حد يهرب له، كان دايما حاسس بالألم، حاسس بالوجع، كان بيعوض أو بيقلل من وجعه ده بالمهدئات والمخدرات والكحول. ولكن للأسف لآخر لحظة في حياته فضل وحيد وفضل يتألم. ماثيو مات عشان يدي رسالة توعية لأي حد بيعاني من الإدمان إنه مش لوحده، لازم يلجأ للي حواليه، لازم يتعالج ويكون أحسن ويغير نمط حياته. تفتكر لو كان لقى العيلة والبيت والأمان وأمه وأبوه كان فضلوا مع بعض كانت حياته اتغيرت؟ تفتكر لو كان اتجوز جوليا روبرتس أو أي واحدة من الممثلات اللي حبهم وقعد معاهم كانت حياته اتغيرت؟ لو كان ليه أسرة وعيلة كان لها هدف تاني لحياته غير إنه يسكن آلامه بالمخدرات؟ قول لي رأيك في الكومنتات. أنا عارف إن الفيديو طويل، اعمل لايك بعد إذنك لو وصلت لحد هنا، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو على الانستا لو حبيت الفيديو وحابب المحتوى، وبيس. هو جاله ثقب في القولون، دي حالة نادرة جدا بتحصل بسبب الشرب الكتير قوي للمخدرات وللكحول. أنا بقول كحول عشان اليوتيوب. 2011 ماثيو عمل أول مسلسل ليه، مستر سانشاين. ما مثلش فيه، ده طلع دور شرف كده يعني. فشيخ، أنا بحبه. وبيس. 51 دقيقة.